من أجمل الأماكن اللي موجودة في اسكندرية هي محطة الرمل، ومن أكتر الأماكن اللي بيرتبط بيها أهل اسكندرية واللي زار اسكندرية بيرتبط بهذا المكان بذكريات جميلة وأوقات ممتعة قضاها في المكان الجميل ده. محطة الرمل وسط اسكندرية وجزء من أجمل أجزاء اسكندرية الجميلة. في العموم اسكندرية كلها جميلة، اسكندرية جمالية وترابنا زعفران. محطة الرمل من أشهر الميادين في اسكندرية، ميدان محطة الرمل، لأنه بيقع في وسط المدينة وهو بيشبه كتير من ميادين أوروبا. وبيعود سبب تسمية محطة الرمل بهذا الاسم إلى كونها في السابق مجرد منطقة رملية شبيهة بالصحراء، وكان وراء هذه المنطقة كثبان من الرمل كتير جدا، قرية صغيرة كانت اسمها الرملة، فيها بعض من السكان القليلين. كانت الحكومة المصرية بتعتبر هذه المنطقة من المناطق الحدودية العسكرية اللي لا يمكن لغير أهلها أن يتجول فيها إلا بإذن من السلطات الخاصة. حتى جاء الوقت اللي صرح والي مصر محمد سعيد باشا في عام 1858 بتركيب وابور مياه رئيسي لتنقية المياه ودخولها إلى المنازل في القرية اللي هي اسمها الرملة. طبعا ده أدى إلى زحف الناس والزحف العمراني بالتدريج حتى أصبحت هذه القرية الرملة تلتحم بالمدينة، مدينة اسكندرية. بعد كده بدأ يمتد ليها أول قضبان حديدي لنقل المواطنين بالقطار من القرية للمدينة والترام حاليا. كانوا بيستقلوه من الرملة لقلب المكان اللي هي محطة الرمل، سميت بعد كده محطة الرمل. وكان المهندس الإيطالي أنطونيو ليسياك وضع تصميم أنيق في عام 1887، ومنذ تشييدها وهي بتضج بالحياة.